ليه المدرب ده لازم يمشي النهارده قبل بكره؟ لان المدرب ده لو كمل هو هيمشي، فانت تمشيه دلوقتي احسن ما يعني كفايه خساره لحد كده، كفايه تضييع نقط وكفايه تضييع في الموسم لحد كده. يعني انت خايف تمشيه ليه؟ هتجيب مثلا مدرب مؤقت مصري او اي حاجه مش هتفرق. هتيجي تقول لي مثلا مش هينفع يمشي دلوقتي عشان عندنا ماتش كمان يومين مع طلائع الجيش وبعدين مسافرين رايحين نلعب السوبر مع بيراميدز. طب ما هو هيخسر الماتشين، هيقع في الماتشين، هنخسر اكتر من كده في الدوري وهنخسر السوبر. هات اي مدرب مصري مؤقت، سيب احمد عبد الرؤوف يكمل مثلا، هات اي مدرب مصري مؤقت، هات اي حد. وحتى لو خسر الماتشين، خسر الجيش وبعدين راح السوبر خسر، طب ما المعلم ده هيخسر، مفيش جديد. فانت الراجل ده هيمشي فمشيه دلوقتي، بجد لازم يمشي دلوقتي.